تعبت خالص في البيت امبارح يا هاني، لغاية الصبح والله ما كنت قادرة. عشان كده مبسوطة ان النهاردة قاعدة كده ما بعملش حاجة. انا عايزة اكل. بسم الله ما شاء الله بالله انا وسكت. هي فين التفاحة الرابعة يا اخويا؟ كلتها بجد؟ بالهنا والشفا. طب فين البتاع اللي من جوه؟ انت اكلتها بالنوايا اللي جوه؟ لا رميتها. ايه ده، انت قمت وانا قاعدة دخلت رميتها؟ احلف احلف بجد، انا المرة دي مش مصدقة. لا ده يا اخي حرام عليك يا اخي، انت بتعمل فيها كده ليه يا هاني؟ يا هاني بقولك ده انا ما صدقت ان انا اقعد كده والبس واظبط حالي واحط برفيوم واقعد كده على الموبايل زي بقيه البني ادمين. بتعمل فيها كده ليه؟ عشان تشتغل. هو ايه اللي عشان اشتغل؟ وحد قال لك ان انا مريحه من الشغل؟ انت حد قال لك ده؟ يعني انت قاعده طول النهار فاضيه على التليفون وخلاص. انت فارق معاك ايه يا اخي؟ انت فارق معاك ايه؟ ما انا بحط لك تاكل وتشرب وبعمل لك اللي انت عايزه. انا واحده بحب اخلص حاجتي كلها اول بقى. ايه القرف ده يا اخي؟ حرام عليك. هو انا عشان عندي فوبيا النظافه او النظافه الطبيعيه ربنا رزقني البني ادم ما بيحبهاش؟ ليه كده يا ربي؟ وانت وراك حاجه الا تنظيف؟ ليه، هو انت شاريني ولا ايه؟ انت هنا تكنسي وتمسحي. اما انا لما نحط النوايا بتاعت التفاحه هنا انت هتعملي ايه؟ صح على رايك. انا شغاله مكنسه بالكهرباء في البيت ده، مكنسه بالكهرباء، بلحس بلساني. صح، انا جايه ليه في البيت؟ انا جايه ليه يا اخي؟ نفسك كانت هتخسر ايدك. ايه دي؟ كانت هتنقطع بدل ما تحطها هنا تحط هنا.